حلا الطوفي اللذيذ السهل هنعمله النهارده مع بعض بكل سهولة. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ واو، حلو قوي، تحفة. طعمه خيال، روعة. ان شاء الله تجربوا الوصفة، ومتأكدة ان شاء الله اللي هتعجبكم. وشجعوني بلايك واشتراك للقناة ومشاركة للفيديو. حلا الكراميل او حلا الطوفي، مهلبية الكراميل سموها زي ما تسموها، هي نوع من انواع المهلبية. خلاص كده نبتدي معاكم الفيديو بالمكونات ونشوف الطريقة. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حلا كده جميل وسهل وبسيط. هنعمل مهلبية الكراميل او حلا الدونت. المكونات اللي معايا سكر ونشا ومعلقة سمنة وحليب. تمام. هقول لكم المقادير بالظبط. لو هتعملي نص كيلو حليب عليهم 3 معالق سكر و3 معالق نشا ومعلقة سمنة. لو هتعملي كيلو الحليب 6 معالق سكر و6 معالق نشا ومعلقتين سمنة. انا اول حاجة هبتدي اكرمل السكر. هحط حلة على النار فاضية كده بالشكل ده، وانزل بالسكر يتكرمل على نار هادية. افضل اقلب فيه لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها. الكرمل يبقى معايا لونه بني كده بس مش محروق. انا هقلبه. انا بكرمله كده بصراحه. في ناس بتكرمله ازاي؟ بيحطوا السكر وعليه ربع كوبايه ميه، بس انا جربت الطريقتين والاتنين بيدونا نفس النتيجه. انا هقلبه كده لحد ما يكرمل معايا. خليكم معايا. شايفين اهو ابتدى يسيح معايا بالشكل ده. زي ما قلت لكم المقادير: كيلو السكر، كيلو الحليب ليه 6 معالق سكر. لو هتعملي نص الكمية يبقى تقللي النص، يبقى 3 معالق سكر. نص كيلو الحليب 3 معالق سكر، 3 معالق نشا. انا هفضل اقلب كده لحد ما نوصل للدرجة اللي انا عاوزاها. طبعا النار تكون هادية معاكي. خلاص يا حبايبي كده السكر اتكرمل معايا، هي دي الدرجة اللي انا عاوزاها. انزل بقى بمعلقة السمنة. انا هعمل نص كيلو حليب يبقى معلقة سمنة. انزل بمعلقة السمنة اهي، سمنة او زبدة، ما ينفعش زيت. تمام، المتاح عندك اي نوع سمنة او زبدة. واقلب كويس قوي. كون مجهزة بقى الحليب حسب الكمية بتاعتك. خلاص كده انزل بالحليب. السمنة اختلطت عادي. لو السكر كرمل منك جمد يعني منك، ما تقلقيش هيفك. افضل اقلب كده. حطيت الحليب معايا واقلب بقى. السكر لو جمد معاكي عادي هيفك مع السخونيه، هيفك، بس انت استمري في التقليب كده. طبعا السكر برضو حسب رغبتك. لو عايزاه حالي قوي زودي سكر،
عايزه تقللي السكر براحتك انتي، اظبطي السكر على مزاجك انتي. معايا النشا هنا. طبعا ما ينفعش احطه كده على الحليب وعلى النار. هحط شويه حليب كده واقلبهم مع بعض، واقلب كويس قوي. عايزاه يبقى سايب معايا تماما علشان ما يتكتلش مني. هقلبه واوريكم شكله. خلاص يا حبايبي، قلبت، حطيت شويه حليب على النشا اهو، شايفين بقى سايل خالص معايا، وقلبتهم مع بعض. هنزل بقى بيهم على الحليب بالشكل ده شويه شويه، واقلب. اخلي النار تكون هاديه معايا عشان ما يتكتلش، واستمر بالتقليب كده. اهو شايفين اهو سايل معايا خالص كده. خلاص افضل اقلب بقى كده على نار هاديه لحد ما الاقيه بيتقل معايا اهو. شايفين ما شاء الله السكر مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه، كله ساح اهو. هستمر بقى بالتقليب كده واوريكم القوام اللي انا عايزه اوصله. خلاص يا حبايبي كده فضلت اقلب كده على نار هاديه لحد ما القوام بتاعها زاد معايا. انا مش هو اهو تقل معايا. انا هعمل ايه بقى؟ هجهز الاطباق بتاعتي اللي هغرف فيها، او كاسات براحتك اللي متوفر عندك. هجهز الاطباق وهوريكم انا هعمل طبقتين. خلاص كده هنغرفها مع بعض. ادي الاطباق بتاعتي اهي، بسم الله. انا هحط نص الطبق. انت ممكن تغرفيها عادي بالشكل ده، تحطي الاطباق كلها، بس انا هضيف شوكليت، اي نوع شوكليت يكون عندك اهو كده نصه. هبتدي املى الاطباق كلها بالشكل ده. خلاص يا حلوين، حطيت كده نص الاطباق، ودي الكميه اللي اتبقت معايا. عايزه بقى اي نوع شوكليت موجود عندك، اي نوع شوكليت هحطه بالشكل ده ويسيح معايا. ولعت النار تاني على ما الشوكولاته تسيح معايا اهو. الخطوه دي طبعا اختياري، عايزه تضيفيها اوكي، مش عايزه تضيفيها براحتك. انا هفضل اقلب لحد ما الشوكولاته تسيح. ممكن تستغني عن الشوكليت لو عايزه تغيري اللون، تحطي كاكاو برضو، تدوبي شويه كاكاو كده في معلقتين حليب وتضيفيهم. هو اصلا اللون الكراميلي ده تحفه، لونه حلو قوي، بس انا بحب الشوكليت وطعم الشوكليت فيها يبقى حلو قوي. خلاص ابتدت تسيح معايا، هقلب كده لحد ما تسيح. خلاص كده الشوكليت ساحت معايا اهو، شايفين لونه ما شاء الله بقى حلو قوي، بني كده واخد لون الشوكليت. هكمل بقى الاطباق بتاعتي اغرفها. الطبقه الثانيه كده، القطعه دي قطع شوكليت، انا حاطه شوكولاته بالبندق ما شاء الله. الريحه حلوه قوي والطعم تحفه. احنا هنحطها في التلاجة بقى نص ساعه على ما تبرد. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وقولوا لي رايكم ايه. سهله، ما بتاخدش اي وقت خالص، ولو عندك اطفال هيحبوها قوي.
اهو. هكمل انا باقي الاطباق عشان ما اطولش عليكم. ما تنسوش اللايك وشير للفيديو والاشتراك في القناه. كده خلاص غرفتها. اي نوع بقى شوكليت عندك تاني زيني بيه. انا هحط كده. حابه تضيفي جوزة هند، اي حاجه تزيني بيها الاطباق عادي. لو مفيش حاجه متاحه عادي تاكليها كده بألف هنا. هحطها بقى في التلاجة نص ساعة واوريها لكم ان شاء الله. تجربوها وتعجبكم. طعمها تحفة تحفة تحفة. الولاد عندي بيحبوها جدا، وزي ما قلت لكم سهلة، متاخدش اي مجهود خالص، ومكوناتها بسيطة. ممكن تستغني عن الشوكليت لو ما عندكيش شوكليت عادي خالص. ادي معاكم حلى الطوفي او حلى الكراميل، مهلبية الكراميل. تنسوش بقى لايك وسبسكرايب للقناة ومشاركة للفيديو. باي باي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.